اوعى تدرب طفلك على الكتابة غير لما يعمل الحاجات اللي اقولك عليها بالظبط، واهم واحدة في الفيديو اخر واحدة. تابعوا الشرح للاخر عشان تعرفوا. نصيحة: اوعوا تبدأوا كتابة الا لما يعمل الحاجة دي. اول حاجة، عشان الطفل يقرأ لازم يكون بيكتب. طب عشان يكتب لازم يعرف شوية حاجات وبنسميها مهارات ما قبل الكتابة. يعني ايه؟ يعني اولا يكون يعرف يمسك القلم او بيكون بيمسك القلم كويس. يعني ايه؟ يعني عنده قدرة من ايديه ان تمسك القلم او عضلات ايديه تسمح بمسك القلم. طب عشان ندرب عضلات ايديه، في انشطة كتير جدا، والصفحة عندي مليانة مقاطع فيديو فيها انشطة لمهارات مسك القلم والحركات الدقيقة عشان اقوي عضلات ايدين الطفل. من ضمنها اي مهاره بتخلي الطفل يمسك حاجات صغيره، اخلي ايديه تتحرك وصوابعه تتحرك زي قص الورق وكرمشه الورق وحاجات كتيره جدا 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 موجوده عندي في البيج. طيب، الحاجه التانيه ان انا هبدا بالرسم الحر او بالشخبطه. يعني ورقه فاضيه، كراسه رسم فاضيه، كراسه عندي قديمه، والقلم اللطيف، ويستحسن تكون الوان مبهره يعني الطفل يحبها، ويبدا يشخبط كده شخبطه حره. مش مطلوب منه ان غير انه يمسك القلم ويعمل لي كده اي شخبطه، وبالقلم طالع نازل رايح جاي شخبطه دوائر اي حاجه، مش مطلوب منك غير كده. بعد ما يبدا يتقن الموضوع ده، لازم قبل كده كمان اكون معلمه الالوان. يعني مميز لي 3 4 الوان 6 الوان اساسيه حلوه قوي، عشان لما اقول له امسك القلم الاحمر يمسكه، امسك القلم الاخضر يمسكه، امسك القلم كذا يمسكه، يعني مميز الالوان. يبقى هو مميز الالوان وبيعمل شخبطه حره. بعد كده صعب له الموضوع شويه، هبدا اجيب له اشكال او اعمل له اشكال ويبدا يشخبط جواه. يعني اعمل له شكل تفاحه، شكل قلب، شكل دايره، شكل ستار، شكل مربع، شكل مثلث، شكل هرم، شكل برج. ايا كان الشكل اللي انا هعمله للطفل، ولكن مطلوب منه انه يشخبط داخل الاطار او يعمل تلوين داخل الاطار. تلوين حر سهل جدا باي قلم عندي، خاصه الالوان الخشب بتبقى حلوه، او حتى لو الوان سبيرتو. المهم جرب مع طفلك وخليه يمسك كل انواع الاقلام، واستخدم في البدايه الاقلام اللي بتحس ان كتابتها سهله، ما يكونش كتابته خشنه مع الطفل والطفل يحس بالصعوبه وهو بيكتب. كده عرف الالوان، بيعمل شخبطه حره، بيعمل شخبطه داخل الاطار او بيلون داخل الاطار او داخل الشكل. بعد كده ابدا اعلمه الخطوط الافقيه والراسيه والمائله يمين وشمال. وبمناسبه اليمين والشمال، طفلك لازم يعرف الاتجاهات. يعني يعرف اليمين من الشمال، من فوق من تحت. يعني لما اقول له انزل تحت ينزل، اطلع لفوق يطلع، خش يمين خش شمال. فهو لو مش عارف الاتجاهات مش هعرف اوجهه بالقلم. فيعرف الاتجاهات ويمسك القلم، وابدا اعمل له خطوط ويعمل لي خطوط زيها، ويمشي على الخطوط في الاتجاه اليمين في الاتجاه الشمال. اعمل له خط راسي، خط يعني افقي، افقي وراسي. اعمل له خطوط باشكال كتير جدا، وموجود اصلا شيتات للانشطه دي ممكن تنزلوها من على الانترنت وتبداوا تطبعوها، الطفل يمشي عليها ويقلدها ويعمل زيها. بعد ما وصلنا لمرحله الخطوط والطفل بدا يتقن اللي انا بقول لكم عليه ده، ابدا انتقل الى مرحله اخرى اصعب شويه، وهي ان انا اطور الخطوط دي الى خطوط ليها شكل. يعني زجزاج طالع نازل زي 7 8 7 8 زجزاج رايح كده، خطوط كده نصف دائريه اللي هي زي الموج. خلاص، بالعرض او بالافقي وبالراسي. خلاص، اعمل له شكل الخطوط دي ويبدا يمشي عليها. اعملها له، وبرده ليها شيتات او ملفات بي دي اف او حتى كتب بتتشرح. كده وصلنا لمرحلة حلوة جدا. بعد كده أبدأ أشتغل بقى على أنصاف الأشكال، زي نص دايرة، ربع دايرة، هلال، مثلث غير مكتمل، مربع غير مكتمل. يعني أبدأ أعرفه على بعض الأشكال وأميزها جدا، أو أخلي الطفل يميزها جدا. يعني يعرف شكل مربع، يعرف شكل مثلث، يعرف الدايرة، يعرف يعمل لي نص دايرة، نص مربع، نص مثلث، يعمل لي شكل النجمة. التشيبس أو الأشكال دي مهمة جدا الطفل يعرفها. إذا وصلت لطفلك لهذه المرحلة، فأنت خلاص جهزت طفلك إنه يبدأ يشتغل على الأحرف. ويستحسن كمان تشتغل مع حد متخصص في التأسيس، يشتغل على الأصوات بتاعة الحروف، ويشتغل على شكل الحرف يتلمسه من خلال الرمل، يبدأ يقلده من خلال صباعه في الرمل مثلا. يبدأ كمان يقلد المشي على الخطوط، ساعتها يبقى الموضوع سهل بالنسبة له، لأن هو أصلا اتدرب اوريدي على الأشكال وبقى عارف الاتجاهات وعارف الألوان وعارف يطلع فين وينزل فين. فسهل جدا أبدأ أعلمه الكتابة. هذا للعلم واتخاذ ما يلزم منكم. ما تنسونيش من دعائكم. كان معكم أحمد جمال، أخصائي التخاطب والفئات الخاصة. سلام.